بالمناسبة موضوع الفترة الرئاسية 4 سنين مش كافية. أنا ما بتكلمش على الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا بنتكلم في المطلق. في وطن هيقعد مليون سنة لقدام إلا بقى إذا قامت الساعة أقرب من ذلك. أنا بتكلم على مستقبل لهذا الوطن. 4 سنين يعني إيه؟ يعني ببني دولة فيها هذا الوضع من الفقر ووضع الإسكان ووضع الصحة والتعليم والعلم والبقى كل حاجة، كل ما تفتح ملف تجد كوارث. طيب هذا الوطن اللي فيه ظلمات لا تنتهي من تراث سابق، في أزمات في كل شيء. يعني ايه رئيس الجمهورية يقعد 4 سنين؟ بفرنسا بيقعد 6 و7. ليه 4؟ 4 دي معناها ايه؟ معناها برضو انا لا اتحدث عن الرئيس السيسي، بتكلم عموما في النظريه السياسيه. هذا المنصب اي رئيس هيروح على اصلا ما يستوعب قصر الاتحاديه اساسا وبقيه القصور ويدرك البروتوكول ويعرف يتعامل ازاي وايه القوى السياسيه اللي موجوده ويبدا يدي حلفائه ويبدا يضيق على كل الكلام ده سنه. طيب هيشتغل سنه واحده كمان، لان في منتصف المده هتبدا الحمله الانتخابيه للخصوم. يعني في امريكا السنه الاخيره خلص سنه انتخابات، انما في نص المده بعد سنتين بتبدا فيبان مرشحين منافسين بعد سنتين. بس على ما الرئيس استوعب الملفات وبدا يشتغل يا دوب شويه صغيرين هيبص يلاقي الناس اللي جايين يترشحوا، سواء لسه قدامك سنتين بس الاجواء النفسيه اجواء انتظار واجواء يا ترى والرهان والكلام ده كله. اخر سنه كلها انتخابات، في شلل في اي بلد في العالم في اخر سنه اللي فيها انتخابات. يبقى اذا ايه بقى بنشتغل امتى؟ كان لازم المده تكون 6 سنوات منطقيه، على الاقل 5 سنوات، وده كان مطروح. ليه 4 سنوات؟ هو انا زي امريكا اللي هي مستقر هذا الاستقرار وقويه هذه القوه، انا كنت اخدت اكتر من فرنسا اللي فيها 6 أو 7 سنوات قبل كده، لأن بأعيد تأسيس دولة هي بالفعل فيها مشاكل كتيرة. الكلام ده دلوقتي ممكن يتفهم إنه من أجل كذا وكذا، خلاص ما هو إذا سوء النية قائم هيستمر قائم. لو خفضت أنا الرئاسة لسنة ل6 شهور برضه هيبقى سوء النية. لو قائم هيبقى لو قائم هو قائم. أنا بقى مش همشي بضغوط سيء النية، لأن بمشي في النهاية في مصلحة وطنية. طبعا للأسف احنا بنتكلم على إصلاح ما فسد. كان الأنسب إن ال50 أعضاء لجنة ال50 يدركوا إن هم مش بيشتغلوا للحظة الحالية ولا الضغوط الحالية، بيشتغلوا ل50 أو 100 سنة قادمة. ولازم يفكر كيف سيعمل الرئيس وحكومته وشكل البرلمان اللي جاي وبعد اللي جاي وبعد اللي جاي.